بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبنا متابعينا مشتركين قناة الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1، تحياتنا للجميع. طبعا يا جماعة، علشان تفتح لحمامك وتبقى واثق فيه وما تضيعوش، لازم أن يكون حمامك واخد على المكان. بناء عليه، بناء انك تكون شاري زغاليل متكشفة كويس جدا على العشة بتاعتك، ايا كان انت بتربي في عشة، بتربي في برج، بتربي في اوضة، في اي غرفة على السطح، ايا كان. كشف حمامك حلو عشان حمامك ما يضيعش. اخواتنا المبتدئين اللي اشتروا حمام كبير وسابوا الحمام عندهم لما فرخ اول بطن وطيروه، الحمام الزاجل يا جماعة الكبير ما بيثبتش. لو حمامة ناصحة مش هتثبت عندك، الحمامة هترد لصاحبها، انت كده بتخسر فلوسك، وممكن تروح لصاحبها يقول لك الحمام ما جاليش. انت ما تحطش نفسك في دايرة يعني مقفولة بمعنى اصح. طبعا انا بفتح على الحمام، افك عن الحمام. ده العشة بتاعتنا المتواضعة، تمام، دي الزغاليل بتاعتنا، تمام. فمن هنا ورسالتي احب ان انا اوصلها لاخواتنا المبتدئين ومربين الحمام، لما تعوز تنش وتطير يكون زغاليل بتاعتك، او انت شاري زغاليل ما تكونش رفعت او طارت عند صاحبها. في الحالة ديك هتكشف، هتطير حمامك، الحمام بتاعك مش هيضيع ولا هتفقد منه حاجة، علشان الحمام غالي، الكلفة غالية، علشان ما تخسرش. احنا فاتحين على الحمام بالنش يا جماعة زي ما انتم شايفين اهوت، بسم الله ما شاء الله. دي حاجة كده بسيطة لاخواتنا وحبايبنا مربيين الحمام بصفة عامة. ورسالتي للناس اللي اشترت حمام وضاع منها، فحاول تتعلم. في فيديوهات موجودة على القناة، موجودة وكل حاجة عندك على القناة، بس تابع وان شاء الله مش هتخسر ولا اي حاجة هتضيع منك. ركز في الحمام اللي انت شاريه، ركز في الحمام واعرف انت بتشتري حمام من مين. ويا ريت تكون رسالة وصلت لمربيين الحمام. والسلام عليكم.